يا مساء الفل والرضا على كل الناس الطيبين. عارفين ايه اكتر حاجة بتضيع وقتنا في الحياة دي؟ اننا بنقضي نص عمرنا بنشتكي من اللي فات والنص التاني خايفين من اللي جاي. بننسى نعيش اللحظة اللي في ايدينا دلوقتي. الحياة يا جماعة مش سباق ولا هي مثلا لوحة لازم تطلع مثالية. الحياة رحلة وكل واحد فينا ليه طريقه وليه توقيته الخاص بيه. كل واحد هينجح في الوقت اللي ربنا كاتبه له. محدش فينا ما وقعش، محدش فينا ما اتوجعش، بس الشطارة مش انك ما تقعش، الشطارة انك لما تقع تعرف تقوم، وانك تنفض التراب عن نفسك وتكمل. اوعى تفتكر ان العمر اللي فات ده فات وان القطر عدى خلاص. طول ما فيك نفس بيطلع وينزل يبقى لسه قدامك فرصة تبدأ من جديد وتكمل من جديد. ربنا كريم قوي قوي جدا، وعوضه لما بيجي بينسي البني ادم كل اللي شافه في حياته. في قاعدة بقى لازم تحطها حلقة في ودانك: مش كل اللي بيضحك في وشك حبيبك، ولا كل اللي انتقدك عدوك. نقي دوايرك بعناية. القرب من الناس الإيجابية اللي بتدفعك لقدام ده رزق، والبعد عن الناس اللي بتمص طاقتك وبتحبطك ده ذكاء. حبوا بعض وسامحوا بعض، بس خلي في حدود عشان راحتك النفسية دي هي راس مالك الحقيقي. في الآخر احنا ماشيين وسايبينها على ربنا، مش هناخد معانا غير السيرة الحلوة والأثر اللي سيبناه في قلوب الناس. كلمة حلوة، جبر خاطر، مساعدة غير من غير مقابل. الحاجات البسيطة دي هي اللي بتعيش. خليك الشخص اللي لما بيتجاب سيرته قدام الناس تبتسم وتدعي له بجد. بص حواليك كده هتلاقي ناس معاها كتير ومش مبسوطة، وناس يا دوب ماشية اليوم بيومه وضحكتها مالية وشها. السر فين؟ السر في كلمة واحدة: السر في الرضا. الرضا مش معناه انك تستسلم وما تسعاش، بالعكس اسعى واعمل اللي عليك لآخر نفس، بس خلي قلبك دايما مطمن ان اللي ربنا كاتبه لك هو اللي فيه الخير ليك، حتى لو ما جاش على هواك. دلوقتي بكره هتعرف ليه الابواب دي اتقفلت وليه ربنا عوضك باحسن منها. في النهايه عيشوا حياتكم ببساطه وما تحملوش الهم بزياده عن اللزوم. بكره احلى باذن الله، بكره احلى باذن الله طول ما احنا ظننا في الله خير. لو عجبكم الفيديو ده شاركوه مع حد محتاج يسمع الكلمتين دول، واشوفكم على خير في حكايه جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.